وصفتنا بقى هنعمل الفراخ بالبرتقال والبطاطس بقى اللي واخده من الصوص بتاع الفراخ، يعني وصفه حلوه قوي. اول حاجه انا هنا جبت برتقانه وقعدت عصرتها علشان اطلع كل الميه بتاعتها. هنا بقى حطيت في بايركس او في بوله اي حاجه عندنا، حطيت البرتقال اللي انا عصرته ومعلقه كبيره دبس رمان، وحطيت معلقتين كده كبار من الصويا صوص، وبعد كده نزلت كده معلقه كبيره من الزيت، وبعد كده حطيت ليمونه او عصره من الليمونه، وبعد كده حطيت معلقه صغيره من الصلصه اللي هي معجون الطماطم، ودي ال11 بهارات بنجيبها من عند العطار او من السوبر ماركت، وحطيت نص معلقه من البابريكا ورشه من الفلفل الاسود والزعتر ناشف، وحطيت هنا بقى الملح على حسب احنا بنحب الملح قد ايه. وبعد كده هقلب بقى كل الخليط ده مع بعض. هنا بقى هتشم ريحه حلوه قوي قبل ما نحط الفراخ. دي بقى خلطه كنت انا عاملاها فلفل اخضر مع الطماطم، وحط عليها شويه من الخل، وبعد كده نزلتها، وبعد كده جبت بقى الفراخ وهنقعها بقى ليله كامله في التتبيله دي. هنا بقى حله على النار، هعمل بقى الرز البسمتي بتاعي. حطيت هنا شويه من الزيت، لو عندنا زبده هتبقى حلوه قوي، وبعد كده نزلت الرز البسمتي ومكعب من المرقه وورق اللورا وحطيت القرنفل، وبعد كده هقلب بقى كل ده لحد ما اشم ريحه البهارات دي. بعد كده هحط بقى املح الرز بتاعي، وطبعا مش هنحط ملح كتير علشان احنا حاطين مكعب من المرقه. هنا بقى هنزل الميه، والميه من غير الرز العادي، يعني بنحط زياده شويه علشان ده رز بسمتي. وبعد كده هنا بقى اي نوع خضار احنا بنحبه ممكن نستخدمه. انا هنا كان عندي الجزر قطعته هنا شرايح، بس ما تكونش تخينه قوي، يعني تكون متوسطه التخن كده. وبعد كده كان عندي برضو بطاطس قطعتها، يعني وعندنا اي نوع خضار، فلفل اخضر، عندنا مشروم، عندنا اي نوع خضار ممكن نستخدمه عادي. وبعد كده قطعت البطاطس برضو نفس التقطيعه بتاعه الجزر، وفي الصينيه اللي انا هدخلها الفرن نزلت بقى الخضار بتاعي ده، ونفس البهارات اللي انا حطيتها في الفراخ، الفلفل الاسود والبابريكا والملح، وبعد كده حطيت ورشة الزعتر، وبعد كده قلبت بقى كل ده مع بعض. وطبعا قبل ما ننسى هنحط معلقة من الزيت، وبعد كده هقلب بقى كله. وهنا بقى دي الصوص اللي طلع من الفراخ هنزل شوية منه في البطاطس يعني البطاطس والجزر، وبعد كده شويه التانيين دولت هحطهم على وش الفراخ. هنا بقى حطيت الفراخ فوق البطاطس والجزر، وبقيت الصوص دوت نزلته هنا على الفراخ كده زي ما احنا شايفين. وبس كده هدخلها بقى الفرن على درجه حراره 200 لحد ما تستوي. هنا بقى الرز هنعمله شويه ميه مع شويه كركم، وبعد كده الرز بعد ما استوى خلاص هرش بقى الميه بالكركم اللي انا عملتها ده على الوش لحد ما يشرب الميه ديت. وبعد كده هقلب بقى كله مع بعض عشان الرز يبقى معايا حبه وحبه. وهنا بقى بعد ما الفراخ بتاعتي استوت طلع منها صوص كده، رشيته على وش الرز كده بيدي طعم حلو قوي، يعني طعم البرتقال مع الفراخ مع البهارات دخل في الرز، يعني كانت اكله حلوه قوي. هنا بقى الاكل بعد ما اتعمل خلاص اهو طلع. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب. شكرا على متابعتكم.